السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا. من النهارده مش هنشتريها بالغالي تاني من الفران، هنعمل مع بعض الترسة بالعجوة بطريقة بسيطة. بنص كيلو بس عملت 15 قطعة، والنتيجة خيال جدا. من النهارده هنبقى فيها بارعين، مش محتاجين نشتريها من الفران تاني. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بكوباية من اللبن الدافي، ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، ذرة من الملح، ورقة من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلب المكونات على بعض. هننزل بمعلقة كبيرة من الخل، نص كيلو من الدقيق هننزل بيه بالتدريج، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنبدأ نقلب المكونات ونبدأ نعجن بإيدينا لمدة 10 دقايق. عايزين العجينة بتاعتنا تبقى طرية مش بتلزق، واللبن بتاعنا من كوباية لكوباية ونص حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه. اهم حاجة تبقى العجينة بتاعتنا طرية مش بتلزق. العجينة بتاعتي كده بقت جاهزة، هسيبها تخمر حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع علشان الجو برد. هي كده خمرت معايا وارتاحت. هبدأ اقطعها قطع متساوية علشان ابدأ اشكل الترسة بتاعتي. هبدأ افرد العجينة بتاعتي على شكل مستطيل. بعد كده هجيب الحشو بتاعي اللي هو العجوة، سواء عجوة جاهزة مخلية او هجيبها واخليها انا في البيت. انا جبت العجوة وخليتها وحطيت عليها معلقتين سمنة دلكتهم بيها. زي ما احنا شفنا كده، حطيت الحشو بتاعي على الطرف اللي هي العجوة ولفيته على شكل رول، وقفلت الطروف بتاعتي كويس، وقفلتها عملتها على شكل كحكة كده، وبدأت ان انا اشكلها بالسكينة، بقطع الطروف وبسيب ما بوصلش للاخر. ادتني شكل الترسة الجاهزة اهيت. هبدأ ارصها في صينية تكون مدهونة سمن او زيت. هنبدأ نعمل كمان واحدة، بس هعملها بطريقة تانية. عندكم الطريقة دي او دي حسب اللي انتوا حابين تعملوا بيها، الاتنين نفس النتيجة. هنفرد العجينة بتاعتنا على شكل مستطيل. هنحط العجوة بتاعتنا على الطرف ونبدأ نلف شكل رول ونقفل العجينة بتاعتنا كويس. بعد كده هنبدأ نضغط على الطروف بتاعتنا علشان نقفلها كويس وما تفكش مننا لما ترتاح. وهنبدأ نعملها كمان رول تاني، ونحاول ان احنا نخلي اللي هي الحتة المقفولة الطروف دي تبقى لتحت. هنبدأ بقى نشكلها بالسكينة قبل ما نقفل اللي هي الدايرة بتاعتنا. هنقطعها كده ونبدأ نقفل اللي هو الطروف بتاعتها، نحطهم على بعض ونقفلهم. النتيجة بتاعتها جميلة، الاتنين زي بعض. الطريقة بقى اللي انتوا حابين تعملوا بيها اعملوها. هنفرد كمان واحدة تاني مع بعض، هنفردها على شكل مستطيل. هو اعتبر النص كيلو عمل معايا 15 قطعة. زي ما احنا شايفين فردناه وحطينا الحشو على الطرف، وهنبدأ نلف رول ونقفل الطروف بتاعتنا كويس. بعد كده هنبدأ نديها كمان لفة او اتنين رول كده على السريع، بحيث ان هي نتأكد ان هي اتقفلت كويس. هنبدأ بقى نقطعها بالسكينة، حابة ان انت تبعدي المسافات او تقربيها دي حسب براحتك. بعد كده هنبدأ نجيب الطروف لبعضها ونقفل عليها، نضغطها كويس علشان ما تفكش مننا. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا هنسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة قبل ما نسويها في الفرن. هي كده ارتاحت. هبدأ بقى ادهنها قبل ما ادخلها الفرن بأي حاجة. هندهن الوش بتاعها. انا هدهنها بعسل اسمر محلول في مية، معلقتين عسل اسمر عليهم معلقتين 3 من المية، هدوبهم فيها. وابدأ ادهن الوش بتاعت القرص بتاعتي او بتاعت الفطاير علشان تديني شكل جميل جدا، واللون بتاعها يبقى ذهبي اول ما تطلع من الفرن. انا كده دهنتها. ادخلها في الفرن يكون سخن مسبقا على درجة حرارة مناسبة. هتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. اول ما تطلع من الفرن هبدأ ادهنها بالعسل والمية تاني، واغطيها لمدة ربع ساعة علشان تبقى طرية معايا. شايفين النتيجة بتاعتها هشة وجميلة جدا، واللون بتاعها رائع جدا. بنص كيلو عملت 15 قطعة، احسن من بتاعة بره بكتير، وكمان نظيفة وارخص. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة،
ونتقابلوا على خير بإذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم.